صاير لي مدة قاعد أفكر إن شلون ممكن أدخل خضروات أكثر بأكلي. مو دائما أشتهي إني أنا أحط لي صحن سلطة أو خضروات مطبوخة. أحيانا أبي الدوب ساندويتش، أبي إيدام وكذي. فأحس إنه وايد أيام يصير عندي إن الخضروات في أكلي قليلة. مو عاجبني هالشي. فكرت بكذا طريقة. أمس في بالي إنه عندنا شيء اسمه فات بومب، ليش ما يصير عندنا شيء اسمه فيجي بومب؟ عجبتني الفكرة ويد في بالي عن طريق البيستو. انتوا تدرون البيستو تاخذون اي نوع من انواع الاعشاب اللي تحبونها وتطحنونها مع نوع مكسرات، ممكن جبنة بارميزان وملح وزيت زيتون كذي، وتصير عندكم صلصة. كمية الخضرة كبيرة، بعد ما تنطحن تصير كميتها صغيرة. فيد في بالي كذي، بس ما راح اسويها بيستو، بس باخذ فكرة البيستو. فرحت خذيت لي مجموعة خضروات ورقية. انتوا تدرون ان انا امشي على كلام الدكتور بيرغ، الخضروات الورقية صفر نت كارب، ما ينحسب لها كارب. فاللي رحت سويته، خذيت الانواع اللي انا احبها. خذيت لي بقدونس، كمية بقدونس، تحت هني في كمية سبانخ، وتحت في جرجير. كمية منهم خذيت، نظفتهم غسلتهم، طلعت أغلب الأعواد لأن الأعواد طبيعتها ما تنطحن بسهولة. فكثر ما قدرت شلت الأعواد منهم، وراح أطحنهم بالطحانة. حطيت شوية ثوم، راح أقول لكم بعد شوي ليش حطيت بقى شوية ثوم. راح أطحنها بالطحانة مع يدوب بس ملح بحر وزيت زيتون علشان تصير صلصة. الحين الكمية هذه شوفوا، هاي إيدي وهاي الكمية. الكمية حيل كبيرة، بس أدري بأن لما تنطحن راح تصير الكمية حيل بسيطة. فلما أبي أستخدم هذه، إذا أنا باكلها يمكن أقعد أسبوع أسبوعين أحاول أكل فيها، يمكن أقدر أخلصها. لكن لما تنطحن الكمية مالتها راح تصير يدوب يمكن ثلث الكمية، ربع الكمية حتى. فلما أخذ قفشتين كبار منها وأحطها على طرف في الصحن مع البروتين مالي أو بالساندويتش كذي، راح تكون قفشة كبيرة لكن مركزة حيل بالخضروات، من ناحية الألياف، من ناحية المعادن، الفيتامينات. كل هالأشياء هذه راح أحصلها يدوب قفشة أو قفشتين كبار. مو مثل إذا بحط لي صحن كامل يمكن ما أقدر أخلصه، خصوصا أني أنا تكميم. ففكرت أن هذا راح يصير فيجي بومب، قفشتين كبار مع صحني، راح يعطيني كل فايدة صحن كامل من السلطة الخضراء مع زيت زيتون وملح علشان يحفظونه. وهني راح احط معاه ثوم. اذا تشوفون كمية الثوم بالنسبة حق كمية الخضروات جدا قليلة. طبعا فيكم انتوا تزيدون الثوم كثر ما تبون، انا بحط كمية صغيرة. ليش؟ بس قد يدوب نكهة، على اساس انه اذا مثلا انا باكل من الوجبة بحط لي منه قبل النوم، يكون العشاء مثلا، او باكل منه وبطلع، ما ابي احاتي طعم الثوم في حلجي، على اساس انه ما اتاذى وقت النوم، او اذا بطلع ما يكون في طعم ثوم في حلجي يضايقني او يزعجني. فبس يدوب بحط نكهه. ووقت الاكل اي شيء ابي ازيد عليه، بزيد ليمون، بزيد خل، بزيد ثوم، كيفي اقدر ازيد. بس اساسه راح يكون عباره عن خضروات وزيت زيتون وملح، نكهه ثوم يدوب. فراح تكون صلصة صفر كارب، لأنه يدوب الثوم ولا شيء راح تكون صفر كارب، بس مركزة حيل بالفيتامينات والمعادن وكل أساسيات وفوايد الخضروات الورقية. فالحين هذا اللي سويته، جبت الخضروات اللي أنا أبيها. تقدرون تستخدمون شنو نوع الأعشاب اللي تحبونها، والخضروات ممكن تستخدمون كيل اللي هو السلق، تستخدمون بصل أخضر ممكن، بس يمكن يحط لكم شوية كارب زيادة. لكن شنو انتم تحبون؟ الشبت اللي هو احنا نقول له شبنت، تحبون اللي تبونه شنو من ورقيات الخضرة اللي تحبونها، يبوها غسلوها، خلوها شوي تنشف، تنزل مايها وتستخدمونها. فاللي راح أسوي إن راح أخذ من هالخضروات وأحطها بالطحانة، وأشغلها قبل لا أحط عليها زيت الزيتون عشان تنطحن عدل. فراح أحط من الخضروات هذه. هذا هني عندي السبانخ. واللي راح أسوي عشان يصير أسهل، إني أول شيء راح أطحنه،
بعد ما اطحنه كل شيء ما راح احطه في غرشه، لان في كذا نوع فما راح ينخلطون عدل وما راح يصير في مره واحده. فراح احطه في طاسه عشان اخلطهم عدل، كل شيء نخلط مع بعض عدل، كل الانواع كل الثوم وكذي. بعدين بعد ما اخلطه عدل بعدين راح احطه في علبه علشان احفظه بالثلاجه. هاي الخضروات راح اشغل الحين عليها قبل لا احط زيت زيتون عشان اطحنهم عدل. شوف الكمية انا شلون كنت مالية الطحانة، شوف ايش كثر صار، ولا شيء. فالحين بس بطحن عدل وبحط فوقه زيت الزيتون. بحط شوية ملح، راح اشغله. شوف الكمية هذه جدا جدا قليلة من بعد ما كانت الطحانة مليانة خضرة. فالحين راح افرغهم بالطاسة، راح احط مجموعة ثانية اسوي لهم نفس السالفة. بس شوية أحيانا تحتاجون بس تنزلون أي شيء موجود على الأطراف على أساس تتأكدون أن كل شيء ينطحن بشكل زين. طبعا ممكن تطحنونه كثر ما تبون، أنا أحب يكون في شوية تكستشر، ما أحب تصير صلصة حدها ماي، أحب يظل في شوية تكستشر. فكذي بس يبيله شوية زيادة بعد زيت زيتون عشان هم يساعده بأنه ينطحن بشكل أحسن. وبكمل طحنته. شوفوا هذه طحنتها حلوة، كمية زيتها حلوة. الحين نفس الشيء أفرغه بالطاسة وأحط المجموعة اللي وراها. راح أسوي فيهم كلهم نفس الشيء الحين لغاية ما أخلص الكمية كلها. شوفوا هذه الحين كل الكمية خلصتها، وحتى ما طولت معاي على 3 دفعات بس سويتها وخلصت كل الكمية. شوفوا السلة هذه كانت مليانة خضرة، شوفوا الكمية ايش كثر صارت، أقل من ثلثها تقريبا ربع الكمية. يعني صج فيجي بامب، تاخذون منه قفشة قفشتين كأنكم ماكلين صحن تبولة. وذقته الثوم ممتاز فيه، نكهة خفيفة، حيل خفيفة نكهته، ما راح يسوي أي ريحة أو إنكم تتضايقون فيه، بس نكهة خفيفة وطعمه وايد لذيذ. فتسوون هالشي هذا راح يكون وايد ممتاز، تخلونه بالثلاجة عندكم، تحطونه كصلصة فوق ايدامكم على طرف صحنكم مع المشاوي، داخل الساندويتش مالكم. فتزيدون الألياف، تزيدون الخضروات، تاخذون كل فايدتها من معادن وألياف والأشياء هذه بدون ما إنه يعني تقولون ما قاعد نشبع وما قاعد يمدينا. هذه قفشتين ملعقة، يعني اللي حق اللي ما يعرف القفشة ملعقة كبير، ملعقتين كبار منه كأنه صحن تبولة. ايش رايكم؟ لا وبعد في وايد فات، يعني هم يعتبر فات بومب. مثلا اذا اكلكم ما في وايد فات هم كذي نفس الشيء. يعني شوفوا الكمية هذه، هذا البطل كان كامل جديد توني فاتحته، اخذ اكثر من نصه، هذا في لتر، يعني اكثر من نص لتر زيت موجود بالكمية هذه. فهم يرفع لكم الفات في وجبتكم، وهم يرفع لكم الخضروات في وجبتكم من الياف من معادن من كل شيء. فشوفوا الكمية، شوفوا الفرق بين الكمية هذه والكمية هذه، شوفوا شلون صار مركز جدا جدا، شيء حلو عاجبني الموضوع. الشيء اللي لازم تعرفونه انبهكم عليه ان انتم تروحون الجمعية او الخضار تاخذون الاعشاب، اي شيء خضروات ورقية انتم تحبونها، بس ديروا بالكم من شيء واحد، ان ما تخلطون انواع يعني اشياء طعمها وايد قوي مع بعض. يعني مثلا انا ادري بان انا الجرجير مع الريحان
ما أحط طعمهم مع بعض، لأن الجرجير طعمه وايد قوي وحامي في حرارة، والريحان نفس الشيء طعمه قوي وفي حرارة. لما كليتهم مع بعض مرة ابدا ما تقبلته. علشان كذي هني لما حطيت بقدونس، البقدونس فيه طعم قوي، وحطيت الجرجير طعمه فيه قوي، حطيت معاه سبانخ علشان اخذ فايدة زيادة من السبانخ، وبنفس الوقت السبانخ ما في اي نكهة، فمجرد خضروات زيادة بدون ما تحط لي نكهة ثالثة تخرب لي الصلصة. فلما انتم تنقون الخضرة هذا بس ديروا بالكم لا تحطون اشياء طعمها قوي كمية مع بعض، الا اذا انتم اساسا عارفين بان الخلطة هذه انتم تحبونها. السالفة ابدا ما تطول بصراحة. الشيء الوحيد اللي يطول تنظيف وغسيل الخضرة، يعني كمية كبيرة تعبت فيه. فالغسال والتنظيف هو اللي تعبني، لكن كشغل انكم تسوون صلصة جدا جدا شيء سهل وسريع، وقلت لكم على 3 دفعات خلص الكمية كلها. وهذه راح تظل عندكم ايام وايام بالثلاجة، ما المفروض تخرب، لان كمية الزيت راح تحفظ لكم حتى خضار الخضرة ما راح يخترب. خلوه على طول بالثلاجة، اي وقت تبون اخذوا منه وخلوه على طول بالثلاجة علشان ما تتأثر الفيتامينات اللي فيه ولا يتأثر لونه. وعليكم بألف عافية، خوش شيء لازم تسوونه.